اللي دخل على فردوس نور القلوب في وشها. ما تخافيش يا ست فردوس، أنا هنداوي الغفير الخصوصي بتاع منصور بيه. هنداوي؟ عايز ايه يا هنداوي؟ أظن ما انت جاي عشان تخلص عليا. أحب على يدك يا هنداوي، أحب على يدك. أنا حبلة وفي بطني روح تانية. يعني انت لما تقتلني هتكون بتقتل روحين، وعيل بريء ملوش أي ذنب في الدنيا غير إن منصور بيه يبقى أبوه. انت عارف إنني ما عملتش حاجة غلط. عارف يا ست فردوس، وعارف كمان إنك عصيتي على البيه ومرضتيش بالحرام. عشان كده أنا جاي أقولك اهرب يا ست فردوس، اهربي. وأنا هقول للبيه إني جيت ما لقيتكيش. اطفشي وسيب البلد بحالها. بقولك ايه يا بنتي، أنا عدتي ولاية وعارف إن انت مظلوم. انت طول عمرك متعودة على الترحال ما بين البلدان. خدي القرشينات دي وهملي البلد كلها وشوفي مكان تاني أمان، وخلفي وربي عيلك وربنا معاكي. واعرفي إنك نويتي الحلال وسعيتيله، وعشان كده ربنا مستحيل يهملك لحالك. ربنا يبارك فيك يا عم هنداوي. بس يعني هو منصور بيه قالك تقتلني؟ ده كان بيقول إنه بحبني. خلاص يا بنتي، منصور بيه ما بيحبش حد، بيحب مصلحته. حتى العيل اللي في بطنك اللي هو كان بيتمناه من الدنيا ملوش لازمة دلوقتي، لأن لو مرته بنت العمدة عرفت هتطينها على دماغه وهيخسر كتير قوي. سيبك منه يا بنتي، دي حتى مش عايز عيل من صلبه، هو عايز الفلوس وبس. إنما انتي وقعتي بقى في مخالب من لا يرحم. همل البلد يا بنتي قبل النهار ما يطلع، وربنا معاكي. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا عم هنداوي. أنا معايا حتتين صيغة كان جايبهم لي البيه، هاخدهم أبيعهم، وإن شاء الله إن شاء الله هنجأ أنا واللي في بطني. وفعلا مشيت فردوس وسابت البلد، وبلد تشيلها وبلد تحطها، ورجعت تشتغل تاني تضرب الودع وتشوف المستخبي. ومر على الكلام ده حوالي 3 شهور، وفي يوم كانت قاعدة بتنادي على الودع بتاعها. مر من جنبها راجل طيب اسمه الشيخ خالد. السلام عليكم. ايه يا ست اللي انت بتقوليه ده؟ ودع ايه وبتاع ايه اللي انت جايه تعمليه قدام الجامع؟ يا شيخة حرام عليكي، محدش بيعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. معلش يا سيدنا الشيخ، دي وكل عاشي. وبعدين ما انت شايفني اهو، اني غلبانة وبطني على قلبي قد كده، ورايا مصاريف ياما، وهي دي الشغلانة اللي بعرفها. لو عندك شغلانة تانية ليا قولي واني ما عنديش مانع. طب بقولك ايه، تعالي اتفضلي معايا. انا مراتي ست كبيرة وانا وهي قاعدين لوحدنا في البيت. تعالي اقعدي معانا وانا افهمك على كل حاجة. لا والنبي يا سيدنا الشيخ، بلاش موضوع البيت ده، حكماني ما اطلعش من نجرة في ضحضيرة، وانا اتكويت قوي بسبب الحوارات بتاعتكم دي يا رجالة. انت قصدك ايه يا ست؟ طب بقولك ايه، خليكي قاعدة هنا وانا هروح اجيب مراتي تاخدك بنفسها. ومشي الشيخ خالد وجاب مراته. كان هو ومراته في ال50 كده من عمرهم. الست كانت طيبة جدا، اسمها الست حبيبة. أول ما فردوس شافتها، طب والله العظيم رضا ربنا باين على وشك يا ست، أنا هاجي معاكي، أنا حتى تعبانة جوا من القعدة، والله ما قادرة أصلب ظهري. تعالي يا حبيبتي، ده الشيخ خالد أول ما قال لي عليكي قلت لازم أجي أخدك، ده أنا مجهزة غدا هتاكلي صابعك وراه. الشيخ خالد قال لي ان انتي بتيجي البلد بقالك كام يوم وبتقعدي قدام الجامع وتنادي على الودع بتاعك، وده طبعا يا حبيبتي ما ينفعش، محدش بيعرف الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى. واحمدي ربنا ان انتي وقعتي في ايد الشيخ خالد، لو كنتي وقعتي في ايد حد من المشايخ الكبار بتوع البلد كان عمل وسوى فيكي. لو النبي يا ست حبيبة خلي الشيخ خالد هو اللي كلمني، أنا حكماني ما عرفش الكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده، ولا عمر حد قال لي ده حلال وده حرام. لكنني يا اختي وربي بخاف قوي من غضبه، واي حاجة حلال انا اعملها،
أي حاجة تقولولي عليها حرام أنا ما هعملهاش. خلاص يا حبيبتي، تعالي بس معانا البيت ونتكلم بعدين. وراحت فردوس معاهم البيت واتغدت وقعدت وأخدت راحتها، وكأن السما كانت مفتوحة لدعوتها. والست حبيبة اتكلمت وقالت: بقولك ايه يا فردوس، انا والشيخ خالد الحمد لله على كل شيء، ربنا ما رزقناش بأطفال وقاعدين لوحدنا، وانا زي ما انت شايفة كده صحتي على قدي ومحتاجة حد يراعيني، لان زي ما انت شايفة البيت كبير قد ايه. ما تقعدي معانا يا حبيبتي، اخدمينا وهنديلك اجرتك، واللي انت هتطبخيه كلنا هناكل منه، وفي كمان اوضتين في الجنينة هتعيشي فيهم، ولما تخلفي بإذن الله العيل اللي هتخلفيه هيملي علينا الدنيا. الا قوليلي يا حبيبتي، هو جوزك فين؟ لا يا ست هانم، اني اني اه استغفر الله العظيم يا رب. طيب يا حبيبتي، ما لا يا ست هانم، اني شريفة وست محترمة ومتجوزة على سنة الله ورسوله، بس أنا حكايتي وعرة جوي. أنا هحكي لك وهحكي للشيخ خالد عشان تعرفوا إن محدش دخل بيتكم ماشي وبطال لا سمح الله. تعالى يا شيخ خالد، اقعد قدامي عشان أحكي لكم الحكاية كلها، وبعدها انتوا ليكوا القرار إن كنت أقعد ولا أمشي. وفعلا فردوس حكت حكايتها كلها، لكن الشيخ خالد رد عليها وقال: خلاص يا ست فردوس، انت هتقعدي معانا. أظن يا حاجة حبيبة انت ما عندكيش مانع. لا طبعا ما عنديش مانع يا شيخ خالد، بس في مشكلة. العيل اللي هي تولده ده ذنبه ايه ان هو يعيش من غير اب؟ ذنبه ايه يعيش من غير شهادة ميلاد؟ ولا عايزاه برضو يطلع بيضرب الودع ويمشي في الموالد؟ لازم العيل اللي تخلفيه ده يدخل المدرسة. ايوه يا ست هانم، عنديكي حق، انا مش عايزة اللي في بطني يطلع زي، واني قلبي حاسس انها هتطلع بنت، عشان كده انا مش عايزاها تطلع لا رقاصة في الموالد ولا بتضرب الودع، عايزة اوديها المدرسة وتطلع دكتورة قد الدنيا. ماشي يا حبيبتي، بس اللي انتي بتقوليه ده لازم له ورق وشهادة ميلاد واب يعترف بيها. لا يا ست هانم، اللي بتقوليه ده لا يمكن يحصل، منصور بيه لا يمكن يعترف بيها، ده لو عرف مكاني هيجي يقتلني ويخلص عليا أنا واللي في بطني. خلاص يا ست فردوس، بقولك ايه يا حاجة حبيبة، ممكن تيجي معايا الأوضة ثواني؟ بعد إذنك يا ست فردوس. الشيخ خالد أخد مراته ودخلوا الأوضة وقعدوا يتناقشوا مع بعض كتير قوي، وخرج وقال لفردوس: شوف يا ست فردوس، أنا أنا قررت إن أنا أكتب العيل ده باسمي أنا. انتي بتقولي ان انتي متجوزة وعلى ذمة راجل ومعاكي ورقة بتثبت ان انتي متجوزاه عرفي، وشيخ الجامع والمحامي ماضيين عليها. اذا انتي ما ينفعش حد يتجوزك ويكتب البنت باسمه، لان الراجل ده ما طلقكيش اصلا. انا هكتب البنت باسمي وهربيها وهدخلها المدرسة، وانا برضو عشان ما نقعش في الحرام انا كاتب كل ما املك للورثة الشرعيين، يعني اخواتي وعيال اخواتي، والحاجة حبيبة كل ما تملك كاتبة لعيال اخواتها. احنا راضيين بحكم ربنا ومستحيل نعمل حاجة تغضبه. بنتك ليها عندي التربية والتعليم والاكل والشرب واللبس، غير كده لا يا ست فردوس. وانا موافقة يا سعادة البيت، ربنا يبارك فيك ويديكوا على قد نيتكم. قادر يا كريم، انا هعيش خدامة تحت رجليكم العمر كله. هتعيشي معانا هنا يا ست فردوس، تخدميني انا والحاج خالد، وبنتك هتبقى معانا في البيت. خلاص يا حبيبتي، هو ربنا حطك في طريقنا، وده كان اختبار لينا واحنا لازم نكون قده. ومرت الشهور والسنين، وجات رؤية على وش الدنيا ودخلت المدرسة، وبعد حوالي 5 سنين اتوفى الشيخ خالد، وقعدت فردوس تخدم الست حبيبة اللي هي كمان ما قدرتش تستحمل غياب الشيخ خالد عنها، وراحت له وقابلت وجه كريم بعدها بكام سنة. بس الغريبة بقى إن الشيخ خالد كان كاتب البيت اللي هو قاعد فيه باسم فردوس، وفضلت فردوس في البيت ده 20 سنة.
بتطلع تشتغل في البيوت وتخدم الناس وترجع تقعد فيه تاني. وعلمت رؤية، ورؤية بقت دكتورة رؤية، وعندها دلوقتي 22 سنة، وواقفة قدام البلد كلها وبتطالب بحقها. فتحت فردوس عينيها وبصت للناس وقالت: هي دي حكايتي يا أهل البلد. فين الشيخ؟ فين الشيخ أيوب؟ هو اللي مضى على الورقة، المحامي. أنا فاكرة شكله كويس جوي وشفت اسمه في الورقة، لكنني لا كنت بقرا ولا بكتب. كل اللي عارفاه إن الشيخ أيوب كان شاهد على جوازي من منصور بيه، كبيركم يا بلد. الناس قعدوا يبصوا لبعض ومحدش كان مصدق كل الحكاية دي. معقولة؟ ده حتى الأخبار طارت وراحت للعمدة وللست هانم بنت العمدة اللي متجوزة منصور بيه. منصور بيه اللي بعد السنين دي كلها قاعد على كرسي متحرك وخسر نظره، والست هانم بنت العمدة قاعدة ومتستتة في بيت أبوها، دي حتى مش عايزة تخدمه بعد ما المرض اتملك منه. واللي بيخدمه نطق في وسط الناس اللي واقفة وقال: الحمد لله على السلامة يا ست فردوس. فاكراني؟ أني هنداوي الغفير اللي طفشتك من البلد. أيوة يا بلد، كل كلمة الست دي قالتها صحيحة، ما كدبتش عليكم في كلمة واحدة. ست فردوس شريفة وعفيفة وطاهرة. ست فردوس ما رضتش بالحرام واتجوزت على سنة الله ورسوله. هاخدكم كلاتكم للشيخ أيوب شيخ الجامع، لسه عايش وربنا يديله الصحة وطولة العمر. هو صحيح صحته ما بقتش كيف الأول وقاعد في الدار ما بيطلعش منيها، لكن هو راجل طيب وحافظ القرآن، واللي بيحفظ القرآن ربنا بيحفظ له الذاكرة. أنا متأكد إنه فاكر كل حاجة وعارف كل حاجة. هموا بينا يا أهل البلد، الشيخ أيوب هيقول كلمته وأنا قلت كلمتي، والبيه منصور يتمنى لو رجع بيه الزمن يكفر عن غلطته. البلد كلها راحت للشيخ أيوب اللي سمع الحكاية ودموعه نزلت منه، ورد وقال: ياه، كان ذنب في رقبتي، وكان نفسي ربنا ما ياخدش أمانته قبل ما أتكلم وأقول إن الست فردوس اللي الناس قاعدة تاكل في سيرتها وقالوا هجت من البلد بعد ما غلطت وخسرت شرفها. ما كنتش قادرة أتكلم لما لقيت منصور بيه بأكد على كلام أهل البلد. سامحيني يا بنتي، سامحيني، أنا برضك بشر والخوف اتملك مني. أنا مسامحاك يا مولانا، المهم إنك تقول قدام البلد كلها إنني شريفة وإنني مرته وإن بنتي دي بنت حلال. هقول يا بنتي والبلد كلها لازم تسمع. وطارت الأخبار بسرعة والعمدة وبنته عرفوا ومنصور بيه عرف. منصور بيه اللي حرك الكرسي المتحرك بتاعه وراح يقابلهم ووقف وهو بينادي وبيقول: يا فردوس، سامحيني يا فردوس. فين بنتي يا فردوس اللي الناس بتتكلم عليها؟ سامحيني يا بنتي، أنا كنت فاكر إني لما أملك فلوس هملك كمان قلوب الناس. أتاري الناس كانت كرهاني وبتقول عليا شراني ولدغتي للقبر. ولما المرض اتحكم فيا ولما خسرت نظري، بنت العمدة بنت الأصول والحسب والنسب قالت لي مش قادرة على خدمتك وسابتني وراحت تدور أبوها في العز. أنا معايا الفلوس، لكن أنا عارف إن الناس كرهاني. الخدامين اللي عندي يتمنوا يحطوا لي السم في الوكل مشان يخلصوا مني. الحمد لله يا فردوس إن أنت رجعتي تاني، الحمد لله. كنت خايفة قوي يا منصور بيه، كنت خايفة لما أرجع تقتلني ولا توزع عليا واحد تاني غير هنداوي. كنت خايفة على بنتي قوي منك رغم إني حبيتك وأمنتك على روحي وعلى بنتي، لكن أنت اللي غدرت بيا وأنا ما عملتش حاجة. أنا بس رفعت إيدي وقلت يا رب. ربنا وقف لي راجل طيب قال لي شغلانتك حرام. قلت وماله، آكل بالحلال. وكل ليلة كنت أصلي وأقول يا رب اظهر براءتي عشان بنتي ما تعيش باسم غير اسم أبوها،
عشان البلد اللي اتربت فيها كلاتهم عارفين إن أبوها ساتر عليا، مش أكتر من كده. كنت ببص لبنتي ودموعها مغرقة وشها وأنا بحكي لها الحكاية، إنها مش بنت الراجل الطيب اللي طلعت في بيته، ولا جرايبه اللي كانوا مستكترين علينا البيت وبيقولوا تبقى مين هي عشان عمنا يكتب لها الدار. بنتك يا منصور بيه كانت مذلولة وانت تملك نص البلد. سامحيني يا فردوس، سامحيني. وانت يا بنتي احب على رجلك، سامحيني يا بنتي، سامحيني يا بنت فردوس، سامحيني يا بنت منصور. خلاص يا منصور بيه، انا مسامحاك وامي كمان سامحتك. صدقني القلب اللي يحب عمره ما يكره ولا يأذي، وفردوس كانت بتحبك، مش بس بتحبك، دي كانت بتعشقك. والقلب اللي بيحب عمره ما يكره، ولو كره عمره ما يأذي. خلاص يا أهل البلد، اللي عدى كله كوم واللي جاي كوم تاني. رؤية بنت منصور بيه هرجع بلدي وسط أهلي واشتغل وافتح عيادة. هرجع بفردوس مراته اللي لسه لحد دلوقتي ما رماش عليها يمين الطلاق، لكن هترجع وهي راسها مرفوعة وكل واحد قال فيها كلمة في ميزان حسناتها. وأنا بنت فردوس وهفضل طول عمري أفتخر إني بنت فردوس. ولحد هنا بتخلص الحكاية. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب كمان ما تنسوش تعليق جميل واللايك، علشان اللايك هو اللي بيرفع القناة وبيرفع الفيديوهات لناس أكتر.